هذا البهتان. من هنا يتعلمون التدليس على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. هل انتهى الأمر إلى هنا؟ قطعا لا. شاهدوا الآن ماذا قال تلميذ ابن تيمية وهو ابن القيم. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم الجوزية في صفحة 152 يقول: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي المنتظر الغائب عن الأبصار دخل السرداب سامراء طفلا صغيرا فلم تره بعد ذلك عين، وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على باب السرداب. الله أكبر. الشيعة الآن في كل يوم ماذا يفعلون؟ يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، ثم يرجعون المساكين بالخيبة والحرمان. فهذا دأبهم ودأبه. الله أكبر. الشيعة في كل يوم الشيعة ماذا يفعلون؟ يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. من الشيعة يفعل هذا يا كذاب؟